وصفتنا النهاردة مش مجرد مقادير وطريقة، دي معلومات مهمة جدا لازم تعرفيها عن البيتيفور علشان تضمني بإذن الله نتيجة حلوة جدا لوصفة مضمونة ومعتمدة بفضل الله، تشرفك بجد وتنسيكي تشتري من بره لأنك حرفيا هتعمليه أحلى بكتير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض الطريقة. معايا 650 جرام من الزبدة، أنا بستخدم زبدة فرن. مش لازم تستخدمي الزبدة الغالية علشان تعملي بيتيفور، هو بيفرق في الطعم لكن النتيجة هي. و100 جرام من السمنه البلدي، بحب اعمل ميكس قوي من السمنه البلدي والزبده. ممكن طبعا تحطي 750 جرام كلهم زبده. عندك بقى زبده نيوزيلندي اشتغلي، مش عندك اشتغلي بفرن او بكريستال او بجنه زي اي زبده عادي موجوده في السوق. فتمام، حطينا 650 جرام من الزبده وتكون طريه زي ما شفتوها بدرجه حراره المطبخ، وتكون كريميه كده على ايدك، و100 جرام من السمنه البلدي. بعد ما فكيت الزبده بالمضرب الكهرباء او بالعجان زي ما تحبي، ضفت عليهم 200 جرام من السكر البودره. اسفل الفيديو هكتب لحضرتك المقادير بالكوبايه وبالجرام. 200 جرام من السكر البودره الناعم جدا. الخطوه دي بقى هي البيتيفور كله، انك تضربي السمنه يعني الزبده قصدي والسكر البودره مع بعض بالمضرب الكهرباء مده حلوه. لو بالعجان طبعا المده هتقل شويه، لكن بالمضرب الكهرباء ما تزهقيش، خدي وقتك لحد ما تبقى بالشكل ده، تبقى كريمي. والخطوه دي اللي بتخلينا ما نضيفش بيكنج باودر للبيتيفور. هننزل بقى بالبيض، وهنا البيض هشتغل بصفارين وبيضه كامله وطبعا شويه فانيليا. وهقول لك ليه انا ضفت صفارين وممكن تضيفي ايه واحنا شغالين باذن الله، لان في كذا طريقه للبيض هقولها لك واحنا شغالين، بس عشان ما نخرجش بره الموضوع. نزلت بصفارين ويكونوا بدرجه حراره المطبخ، مهم جدا. وضربت الصفارين الاول وشويه الفانيليا وبعدين بيضه كامله. اول ما يختفوا بننزل بالتانية وبنضربهم، وده بيبقى شكل الخليط. وزي ما قلت لحضرتك، اهم خطوة عشان تعملي بتفوراية ناعمة وهشة انك تضربي الاول الزبدة والسكر مع بعض. لازم يبقى القوام بالشكل ده. تمام، ما عادش فاضل كده غير الدقيق. انا هستخدم كيلو دقيق جميع الاستعمالات، انا بستخدم على طول جميع الاستعمالات. طبعا لو مش هتستخدميه ممكن تجيبي دقيق مخصص للنواعم اللي هو دقيق الكحك والبسكوت، مش اي دقيق تشتغلي بيه وخلاص. مهم جدا جدا نوع الدقيق. نزلت خدت معلقتين من الدقيق ركنتهم على جنب، بس هنضيفهم دلوقتي. وحطيت بقيه الدقيق على الخليط وبدات ان انا اقلبهم شويه بالمعلقه، علشان انا مش عايزه استخدم ايدي كتير. وبدات استخدمت ايدي شويه صغيرين بس اول ما الدقيق يختفي. عجينه البيتفور بتلزق كده، بتلزق بالشكل ده، لازم تبقى بتلزق، مش بتلم من الطبق ولا بتنضفه ولا حاجه. هاخد قطعه من العجينه بالشكل ده. واهم حاجه وانت بتشتغلي في البيتيفور ان انت الجو بتاع اللي بتشتغلي فيه ما يكونش ساخن، علشان الزبده ما تفصلش منك. الشويه اللي خدتهم على جنب ضفت عليهم المعلقتين اللي من الدقيق اللي احنا شلناهم، ضفتهم على الخليط اللي بالفانيليا. وبديل ليهم عوضت معلقتين من الكاكاو على قطعه العجينه التانية اللي انا شلتها. شغلت الفرن في المرحله دي على درجه حراره 160 او درجه حراره متوسطه. وهنبدا بقى نشوف هنشكل البيتيفور بايه. ده الكيس القماش اللي هو من بره بيبقى قماش ومن جوه بيبقى مشمع بالشكل ده. ده بيعيش شويه حلوين، ده تقريبا كان ب50 جنيه. بيعيش شويه حلوين، يعتبر سعره متوسط يعني، مش غالي قوي ومش رخيص قوي. ده مقاس 46 بيبقى كبير حلو، بياخد قطعه عجينه حلوه. واما بالنسبه للتيبات او الاقماع، ده بتاع بلح الشام اللي هو الوسط معلهوش ارقام. اما ده اللي هو ال5 اف تي، في منه 5 اف تي وفي 6 وفي 7، ممكن اللي تلاقيه اشتغلي بيه هيديكي رسمه حلوه جدا. اما انا النهارده هشتغل باللي هو 195، الورده بتاعته برده حلوه. اي حاجه من دول هتديكي برده رسمه البيتيفور الحلوه، الورده اللي بتحبوها كلكم. هعمل ايه بقى؟ بجيب الكيس اللي هو المشمع، بحط فيه التيب اللي انا هشتغل بيه. وطبعا هو بيبقى مفتوح شويه، لو على قد فتحته تمام، لو حسيتي ان هو صغير افتحي على قد سنان التيب ما بتخرج. عشان الكيس ده يعيش معايا فتره حلوه، هو بيقعد حبه حلوين بصراحه. بجيب الكيس الكريمه اللي هو اللي بجنيه ده وبحط فيه قطعه من العجينه. الحركه دي بصراحه بتخلي الكيس معايا يعيش وما بيحتاجش ان انا اغسله بماء ساخن، علشان كتر غسيله بالماء الساخن هو اللي بيخليه يشقق من جوه. فخلي بالك لو بدأ يشقق طبعا هترميه، لان هيبدأ يفصل لك السمنه والزبده وانت بتشتغلي. حطيت قطعه عجينه في الكيس اللي هو الكريمه اللي بجنيه ودخلتها وفتحت بوزها طبعا، ودخلتها جوه الكيس المشمع اللي مثبته فيه البلبله. خدت بالكم انتوا من الخطوه دي؟ خلي بالكم منها ضروري. لو مش هتعرفي تعملي الخطوه دي حطي على طول العجين في الكيس المشمع اللي هو كيس الحلواني. الصواني بتاعتنا مش مدهونه اي حاجه خالص. بتبدأ ان انت تقطعي البيتيفور، الوردات بتسيبي مسافه صغيره، هو مش بيفرش. اما بالنسبه بقى للسكر، ممكن
ممكن تزودي 50 جرام. انا بحب البيتي فور يكون سكره مظبوط، علشان طبعا بيتزين لسه بشوكولاتات وبتزين لسه بشويه حاجات حلوين كده، فهيبقى مسكر زياده. لكن حضرتك لو عايزه البيتي فورايه اصلا مسكره، ضيفي 50 جرام كمان من السكر مع نفس الخطوات اللي عملناها. بالنسبة للبيض، في كذا مدرسة للبيض بتاع البيتي فور. أنا مرة ساعات بعمله ببيضتين كاملين وصفار. دي مدرسة بيديكي بقى ايه، بيديكي تماسك مع نعومة، بس تماسك شوية. بمعنى ان انت لما تبداي تشيليه من الصواني ما يكسرش ويتهرهد منك، بيبقى متماسك شويه بس ناعم برضو. اما بالنسبه للي انا عملته النهارده اللي هو صفارين وبيضه كامله، فانا عشان البيتي فور للبيت فهيبقى انا عايزاه شويه دايب كده، لان احنا كمان في فصل الشتاء، فعامه النواعم بتتجمد بعد الخبز، فتقولي ان انت عامله حاجه غلط، الحاجه ناشفه. لا، هي مش ناشفه، هي الزبده والسمنه اتجمدت لان احنا في برد. فعشان كده انا حطيت النهارده صفارين وبيضه كامله، وممكن تحطي 3 بيضات كاملين. فكل دي مدارس للبيض، لإضافة البيض للبيتي فور. فتختاري منهم اللي يعجبك واللي يناسبك. بيدخل الفرن على الشبكة، بيقعد مش أكتر من 10 15 دقيقة، طبعا على حسب الفرن بتاعك. أنا بخبز في فرن البوتاجاز، الفرن الغاز العادي. قعد معايا بالظبط 15 دقيقة، وكل شوية ببص عليه لحد ما ياخد اللون الحلو ده، وريحته بتبقى خطيرة يا جماعة. ولا فرش ولا جراله اي حاجه. بصوا، نفس الرسمه زي ما نزلت من القمع زي ما خرجت من الفرن. التزمي بالخطوات والمقادير، وبقول لكم تاني الخطوه الاولانيه هي اللي بتخلي البتفوره بتاعتك هشه، وبايد واحده هي بتدوب، ما بيتفضلش منها حاجه. وما بنضيفش للبتيفور اللي بالزبده اللي هو البتيفور بتاع المحلات بيكنج باودر. في انواع تانية وفي طرق تانية للبتيفور، بس البتيفور بتاعنا النهارده عاملينه بتيفور فاخر وملوكي، ان شاء الله تجربوه وبيعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين.